تعال اقول لك. ومن الحب ما قتل، عبارة بنسمعها كتير في افلامنا، بنرددها كتير في حياتنا. بس انت عارف اصل العبارة دي ايه؟ العبارة ديت اصلها قصة حزينة ونهاية مأساوية. بطلها اتنين: الشاعر العربي الشهير الأصمعي وأحد الشباب. كانت أيام الدولة العثمانية. كان الشاعر العربي الأصمعي ماشي في أحد وديان مكة، فلقى صخرة مكتوب عليها اللي هقوله لكم ده: يا معشر العشاق بالله خبروا، إذا حل عشق بالفتى كيف يصنع. الأصمعي حب ينصح شاعرنا الأصمعي، رد عليه على نفس الصخرة وكتب: يداري هواه ثم يكتم سره، ويخشع في كل الأمور ويخضع. اليوم التاني، القصة ديت 3 أيام، اليوم التاني الشاب رد عليه على نفس الصخرة وكتب: وكيف يداري والهوى قاتل، قاتل الفتى، وفي كل يوم قلبه يتقطع. في نفس اليوم رد الأصمعي على نفس الصخرة: إذا لم يجد صبرا لكتمان سره، فليس له عندي سوى الموت نفع. ثالث يوم كانت المأساة. الأصمعي جاي في اليوم الثالث عند نفس الصخرة، لقى الشاب طريح الأرض توفاه الله، ومكتوب بدمه على الصخرة. بيرد عليه ببيت شعر: سمعنا أطعنا ثم متنا، فبلغوا ثنائي على من كان للضد يمنع. هنيئا لأرباب النعيم نعيمهم، والعاشق المسكين ما يتجرع. خلاص الأصمعي يرد ليه؟ الشاب من شدة حبه ولا آخره، وكان الأصمعي فاكر إن هو بينصحه. توفاه الله وميت جنب الصخرة. الأصمعي قال إيه بقى؟ قتلته قاتلة الله، ومن الحب ما قتل. دي أصل العبارة اللي بتتردد. حبينا نقول معلومة مفيدة، حبينا نقول حاجة إحنا بنرددها، فلازم نعرف قصتها.